السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. الضرائب: بدء المهلة الأخيرة للاستفادة من إعفاء مقابل التأخير بنسبة 50%. أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء بدء المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة باستفادة الممولين من التجارة بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، وذلك عند سداد أصل الضريبة بالكامل خلال الفترة من اليوم 15 ديسمبر وحتى 12 فبراير المقبل. وقال عبد القادر إن ذلك يأتي وفقا للقانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وفي إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتقديم تيسيرات لهم ودعم النشاط الاقتصادي. ودعا عبد القادر الممولين والمسجلين إلى سرعة سداد أصل الضريبة أو الضريبة المستحقة كاملة، والاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، وخاصة أن تلك المرحلة هي المرحلة الثالثة، وكان القانون ينص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 90% خلال أول 60 يوما من بدء العمل به، ثم التجاوز عن نسبة 70% في 60 يوما التالية، والتي انتهت إلى 60 يوما الثالثة والأخيرة في تطبيق هذا القانون. وأوضح عبد القادر أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوفرة في جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب على الخط الساخن 16395. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هذا القانون ينص أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، على أنه الذي يساعد في للممولين والمكلفين. وأضاف أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية بالمصلحة، مشيرا إلى أن لجان إنهاء المنازعات بالإضافة إلى المأموريات تتلقى طلبات الممولين وفقا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.